يا الله، يا الله وش ذا الألم؟ يا الله صداع، أحس راسي باين بقر. أوه 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 منى منى صداع. يا الله ذا الألم. السلام عليكم محمد، سلامات. وعليكم السلام دكتور، والله ما أعرف إيش صار لي. كنت أستخدم تلفوني ففجأة صار في إصداع شديد، وحتى أغمى علي وما دريت بشيء. هذه أول مرة يصير معك هذا الصداع؟ أيوة أول مرة. كنت تعاني من أي مشاكل صحية سابقا؟ لا الحمد لله ما أعاني. أنت تمام يا محمد. نحتاج ناخذ منك فحوصات دم عشان نعرف أسباب هذا الصداع، ونخليك معنا تحت الملاحظة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. تمام يا محمد، الحين بناخذ منك هذه الفحوصات ونخليك معنا تحت الملاحظة. الفحص بسيط جدا عشان بس نطمن على صحتك. لا تخاف يا محمد. خلصنا يا محمد. شكرا دكتور. الحين التمريض بياخذوك عند الملاحظة، وإن شاء الله أمورك تكون أحسن. عسى يا رب. معافاة يا محمد، كيف الأمور الحين؟ الحمد لله في تحسن. الحمد لله. دكتورة طمنيني، ظهرت الفحوصات؟ نعم ظهرت الفحوصات، وللأسف اللي ظهر أن عنده ارتفاع في معدل السكر التراكمي في الدم. فهل كان يعاني محمد من قبل من السكر؟ لا ما كنت أعاني دكتورة. وهل كان عندكم في العائلة حد عنده تاريخ مرضي في السكر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة دكتورة، أمي وأبوي الله يرحمهم كانوا يعانوا من مرض السكر. أمي مع الأسف توفت بسبب السكر بسبب الجلطة، ووالدي أيضا كذلك كان يغسل الكلى وظل فترة طويلة يعاني من غسيل الكلى لحد ما توفى الله يرحمهم. الله يرحمهم ويغفر لهم. بالفعل السكر من الأمراض المزمنة المنتشرة جدا عندنا في عمان. سببه الرئيسي ممكن يكون وراثي، ولكن السبب الأهم هو أصلا اختلال في النظام الغذائي. فكيف كان النظام الغذائي لمحمد؟ الله يهدي محمد. بصراحة دكتورة نحن تعبنا من كثر ما ننصحه طول الوقت: محمد لا تاكل الأكلات السريعة، اترك عنك المشروبات الغازية. بس محمد أبدا ما يحب يسمع النصيحة. بالفعل يا محمد تاريخك العائلي كان مليان بالسكر، والنظام الغذائي اللي اتبعته كان بحق ذاته جريمة، لذلك طورت السكر بشكل أسرع وانت في عمر صغير. الشيء اللي راح نسويه راح نحولك حال أخصائية تغذية بحيث تنظم لك الغذاء المناسب لمريض السكر، وبنعطيك موعد مع عيادة السكر بحيث يبدو العلاج، لأنك أنت تحتاج أن تبدأ العلاج. إن شاء الله دكتور. طيب دكتورة جزاش الله خير حبيبتي. معافاة إن شاء الله يا محمد. آمين.
دقات عقارب ساعتي المتبعثرة، والتي باتت ملبدة بداء السكري. في لحظة ما من عمري أقدمت على ضرر بصحتي دون إدراك، وما هي إلا ساعات بالكاد تذكر، إلا وتفاقمت بعدها صحتي. أصبحت إلى ما أصبح عليه والدي، ففي الأمس قد غادروني كالنجم، غابوا في سماء الفجر. وها أنا اليوم بعدما أصبحت في زنزانة السكر، أتخبط لأفتح الأقفال عن دربي. فماذا أفادتني تلك الوجبات والمشروبات، سوى أنها أنهكت بحياتي؟ ففي ساعات سأشمر عن ساعدي لأفك أسري من داء السكري.